اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم تورتايه للمبتدئين بدي الاسبونج الجاهز. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. عندي نص كيلو دي اسبونج جاهز اللي هو دي الكاكاو مع 6 بيضات بدرجه حراره المطبخ ونص كوبايه من الميه، والميه تكون من الحنفيه. شغلت عليها المضرب بالكهرباء بالشكل ده لمده ربع ساعه لحد ما تديني اللون الفاتح والقوام التقيل دوت. اكون محضره عندي صينيه مبطناها بورق زبده من القاعده ومن الجوانب. هنزل بخليط الكيك في الصينيه، بعد كده اكون مولعه الفرن قبلها بربع ساعه، يكون الفرن سخن قبلها. هجيب عندي خله الشيش طاووق او السكينه وهبتدي اعمل خطوط رايح جاي عشان الكيكه تطلع سطحها مستوي، ما يطلعش ناحيه هابطه وناحيه عاليه. دخلت الفرن خدت بالظبط من 35 ل 40 دقيقه. بعد كده سبتها تبرد خالص وبعد كده قلبتها عشان اطلع ورق الزبده بالشكل ده. سيبها بقى ترتاح لمده 3 أو 4 ساعات قبل تقطيع الكيك، عشان لو قطعتيها قبل ما ترتاح وتبرد خالص هتبقى مفروله معاكي. جبت عندي المنشار دوت ظبطته على اول درجه اللي هو الزيرو، وبعد كده قطعتها 3 قطع زي ما انت شايفه بالشكل ده. طريقتها سهله خالص. قطعتها 3 قطع. هجيب بقى عندي صينيه فردت فيها كيس بلاستيك ونزلت باول طبقه من الكيك، وهبتدي بقى اسقيها. عندي كوبايه لبن مدوبه فيها معلقه كاكاو او معلقه شوكولاته، وجبت الكريم شانتيه. عندك كوبايه كريم شانتيه بودره على نص كوبايه لبن مثلجه او نص كوبايه من الميه المتلجه. بعد كده وزعت عليها بقى مكسرات وشوكولات شيبس وصوص شوكولاته. ممكن بقى تحشي اي حاجه انت تحبيها. جبت الطبقه التانية، وبرده في كل مره ما تنسيش لازم نسقيها بالسيرب اللي احنا عاملينه عشان الكيكه تبقى طريه معاكي. وزعت عليها الكريمه، وجبت اخر طبقه وزعت برضو عليها مكسرات وشوكولاته. هغطيها بقى بالطبقه الاخيره وهسقيها برضو بالسيرب بالشكل ده. هدخلها التلاجة لمده 4 ساعات لحد ما ترتاح وتمسك كويس. بعد كده هجيب بقى عندي القاعده وزعت عليها كريمه عشان تمسك فيها كويس. بس هنا لقيت القاعده عندي صغيره على التورتايه فجبت قاعده اكبر شويه. هجيب بقى عندي الكريم شانتيه وهبتدي اوزعه على التورته بالشكل ده علشان اجلسها كلها بالكريمه. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. طريقه التورته سهله جدا يا جماعه، اعمليها في البيت بتبقى تكلفتها اقل من بره بكتير. اي تورتايه دلوقتي هتجيبها من بره مش اقل من 500 جنيه، بتبقى صغيره عن دي كمان زي ما انت شايفه بالشكل ده. دخلها بقى التلاجة 4 ساعات عشان الكريمه تسقع معايا. هجيب بقى عندي الشوكولاته وبدات اوزعها بالشكل ده، بس عندي هنا الشوكولاته لقيتها خفيفه شويه فمش مشكله خالص هنظبطها. هجيب عندي بقى هنا روزتات من الكريمه، هعمل زي برواز كده على التورتايه. بعد كده هجيب عندي شوكولاته مبشوره وهبتدي بقى اوزعها بالشكل ده. وعايزه اقولك طلعت تحفه، شكلها وطعمها خطير. هجيب عندي صوص شوكولاته، انا هنا بقى ظبطته وتقلته زي ما انت شايفه بالشكل ده. انا هسيب لك اللينك بتاع صوص الشوكولاته في صندوق الوصف. بعد كده انا بدات اعمل روزيتات بس لقيت شكلها مش قد كده فشلتها ووزعت بقى الشوكولاته مبشوره من على الحروف بقى شكلها حلو. قسمتها بقى للفور سيزون ل4 فصول. كل جنب بيبقى ليه طعم غير التاني. انا عملت هنا شوكولاته مبشوره شوكولاته بالحليب، والجنب ده عملته بشوكليت شيبس بني، ودي عملتها بشوكليت شيبس ابيض. واخر حاجه جبت عندي صوص شوكولاته بالحليب، عملت خطوط رايح جاي بالشكل ده. بعد كده جبت عندي شوكولاته دارك مبشوره بقت معايا بالشكل ده. لو عجبتك يلا اعمليها، ما تنسيش اللايك والشير، والف هنا وشفا. سلام عليكم.